بيبدأ الفيلم بصوت واحدة بتصرخ فيظهر لنا مجموعة من العساكر على اليمين مع بعض ومجموعة تانية على الشمال مع بعض، والمجموعتين بيبصوا للضحية فوق وينشلوا السلاح مع بعض. ده حرفيا اللي حصل يعني. سلم نفسك يا خيري. فيقوم الضابط أخيرا يتكلم بعد الاستعراض اللي احنا شفناه من العساكر كأنهم في طابور كلية الشرطة، ويقول سلم نفسك يا خيري. فيقوم خيري والاتنين اللي معاه خارجين لهم باصين لفوق كأن العساكر على بعد 2 كيلو، خارجين كده باصين كده. طب ما تبصوا تحت، هم اصلا العساكر تحت؟ لا احنا باصين كده على اساس يعني لما حد يجي يندى عليهم يا خيري يقوم خارج لهم ايوه مين يا عم انا تحت. لا ايوه تحت فين؟ ايه ده؟ بتبص لتحت يا عم، ركزوا في اتجاه نظر العين. ويجي خيري في وسط المولد اللي واقف دوت يقوم خارج لنا من العربيه سلو موشن، والعساكر واقفه تتفرج، وهو خارج لي بقى سلو موشن بكل بطء وبينشل المسدس ناحيه الضابط وكل واقف يتفرج، والطلقه طالعه والطلقه رايحه للضابط وهوب، والطلقه جايه والعساكر باصه وكله بيتفرج وهوب، والطلقه داخله في قلب الضابط وجت في قلب الضابط والعساكر بتتفرج ما شاء الله يعني بيشاهدوا الموقف. ويقوم بقى الضابط واقع والعساكر بقى هوب تك 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 على طول مكمل قوي. ما تديله يا عم طلق، ده الراجل طالع لكم بكل سلاسه من العربيه اديله بالطلقه في دماغه على طول. واقفين تتفرجوا على الضابط يعني؟ كان مديكوا جيزه يعني قبل الخدمه ولا ايه؟ مش عارف. وطبعا خيري والرجاله اللي معاه لما ركبوا العربيه كانوا مأمنينها كويس، شايلين الازاز اللي ورا وحاطين قماش وبيستخبوا ورا القماش من الرصاص. يعني هم استخسروا كسر الازاز، هم قالوا بقى كده كده الطلقه لو هتيجي فينا هتيجي في دماغنا، يعني هيبقى كسر ازاز وطلقه في الدماغ مش هينفع، يعني يا كسر ازاز يا الطلقه في الدماغ. لا هم اختاروا يحطوا قماش، وفروا كسر الازاز. حنفي قال لنا بعظمة لسانه انه خبى شنطة عند احمد جوزة. يعني حنفي قبل ما يتقبض عليه رايح يقول للعصابه انا اديت الشنطه لاخويا، شنطه الفلوس يلا مع اخويا، روحوا يلا واذا اخويا ومرات اخويا. طب كان اداله الشنطه من سكات وما كانش قال للعصابه. يعني ايه ذنب البنت اللي اتمرمطت بسبب كلمتين من حنفي؟ ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ اكيد مورينا الويل يا حنفي. يا حضرة الضابط ما تحسسوش بتأنيب الضمير أكتر من كده، وما تفكروش كل شوية إن هو السبب في أذية مرات أخوه بسبب إن قال لهم أنا مدي الشنطة لأخويا قبل ما يتقبض عليه وروحوا يلا إذا أخويا ومراته وخدوا منهم الشنطة. قال أكيد دلوقتي هيبقى بقى متأثر وعينيه مرغرغة بالدموع، وأنا السبب في أذية مرات أخويا وخطفها بسببي، أنا إزاي قلت كده؟ مش هتعرف توصل لهم. ايه يا عم الاداء بتاعك ده انت وقعت الريتم خالص، ده انت هبطتني انا شخصيا، ده انا اتحمقت يا جدع عشانك واتأثرت عشانك. انت ايه البرود ده؟ متأكد ان العيال مستخبين هنا؟ هو يعني انت واخده وطالع بين الاسم عشان تروح تدوروا على الحراميه الخطر بالمسدس؟ يعني الحراميه فين وجاي تطلع له المسدس؟ لا، ده اذا كان الضابط اللي قبلك واخد الجيش اللي معاه واقفين قدام البيت وبيقدموا الطابور العسكري وما عرفوش يمسكوه. يعني انت ما عندكش الخلفيه ديت؟ ما حدش قال لك يعني واخده ورايح تدوروا بالمسدس؟ طب افرض يا عم لقيتهم، يعني هتعمل ايه هتعمل ايه؟ يعني هيدوك طلقه في دماغك وخلاص. يعني ما تجيب يا عم قوات معاك، ناديلهم يا عم شوفهم هم فين، قول لهم يلا احنا رايحين عندنا مهمه. قال واخده انت من غير قوات يعني؟ خيري والعيال اللي معاه خطفوا مرات اخوك ليه؟ يا عم هو انت كل شويه تفكروا بمرات اخوه؟ يا عم حرام عليك يا عم، الراجل قلبه اتقطع. علمك يا باشا، يعني خطفوها من غير سبب؟ يا عم تتحمق شويه يا عم عشان مرات اخوك. قال لها ده الظابط هيقول لي جلطه وهو واقف واتعصبتنا كلنا، وايه الاسترخاء اللي انت فيه ده مفيش دم؟ صبرك يا ايوب، هو اللي فيه ده ما يبطلوش سنجي سنجي. الحمد لله اتعصب شويه، بس هو على فكره مش متعصب عشان مرات اخوه، ده هو متعصب عشان زن الظابط يعني. دماغه وجعته بس مش اكتر. بس على الاقل يعني شاركنا الموقف، يعني مش احنا بس اللي هنتعصب وهو رساوه خالص. خير رشاد لك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. هو انت يا عم مش اللي قايل لهم من الاول ان الشنطه عند اخويا قبل ما يتقبض عليك؟ دلوقتي جاي تحذر اخوك اوعى تدوهم الشنطه؟ طب ما كمل اول ما تقول لهمش، كمل اول ما تقول لهم ما اعرفش الشنطه فين، قول لهم اي مكان يا عم، مش شرط يعني تقول لهم بالظبط عند اخويا ويروحوا يخطفوا مراته اللي ذنبها في رقبتك دلوقتي. بسلامته جوزك لسه ما شربش. اخته جوه تسمعك. يوطي صوته ايه؟ ده صوته ما شاء الله مسمع جيران الشارع يعني، ومش اخته اللي قاعده في الاوضه. طب افرضوا سمعت، يعني البت هتعمل ايه؟ ده هي اصلا في الفيلم ولا بتهش ولا بتنش، هي جايبينها بس اخت الضابط عشان حنفي يحكي لها حكايه الكارو اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين نكملها يعني. ما تعملوا جزء تاني على الاقل نفهم حكايه الكارو دي ايه. اطلع انت غير هدومي، اطلع انت اللي هتخليك هنا بقول لك يلا. ولا منك جايب حراس تحرسه لا يهرب، ومنك مصمم انك تطلعه الشقه عند مراتك واختك عشان تغير هدومك؟ قال ان شاء الله ما عندك يا عم غيرت هدومك.
وانت يا عم ايه صوت السافون اللي بيرج الصلاه ده ده انت اتخضيت وانت واقف، قال وجاي تتحمق لي دلوقتي يعني؟ ده اذا كانت هو وبتقول له إيه انت بتعمل ايه في الحمام؟ قال اذا كانت هو داخل هو ومراتك قدامك، انت بتتحمق متاخر على فكره، يعني انت بتشوف الموقف ويعدي عليه فتره بعد كده ترجع تتحمق. قال لا طب ما تتحمق من الاول، قول لهم انتوا رايحين فين، اقفوا هنا، هو انت ايه اللي جابك هنا؟ انا عرفت منك هجيب لك حراسه تحرسك، انزل تحت. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. طب ما تاخده معاك يا عم. قال لا اشمعنى خدته يعني ومصمم عليه انه يطلع في الشقه عندك عشان تغير هدومك اللي ما فيهاش غير مراتك واختك؟ دلوقتي انتوا داخلين على مجرمين. قال يعمل معاك اي حاجه، هو يعني ما بيكشفش على المجرمين؟ خايف عليهم الخضه يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. هو انت يا عم الظابط داخل على العصابه في وسط الشمامين لوحدك بالمسدس؟ اما فين خطه الهجوم؟ فين القوات اللي معاك؟ قال هو انت من غير قوات خالص؟ طب روح قول لهم مثلا بعد اذنكم انا عندي مهمه تعالوا معايا. يا عم لو قاعدين بيلعبوا صلح يا عم استاذنهم. قال قول لهم تعالوا المهمه معايا نخلص على العصابه وارجعوا كملوا لعبه صلح براحتكم. قال طب كنت خدت حنفي معاك بقى. انا متهيألي شفت سيادتك قبل كده عشان تعمل وانت يا عم المخرج يعني انت في اول الفيلم قدمت الست اللي هو تقديمه كويسه وعرفتنا ان هو مخه ذري وعرف ان بتاع الذهب ما رضاش يبلغ عشان مشوا كان غير شريف وهو جاب الحته دي. ليه دلوقتي جاي يعني حنفي قدامه؟ يعني حنفي اللي كان لسه شايفه في الصوره وعامل الخطه كلها عشانه ومسلم المهمه للضابط للمجرم الخطر ده، ليه دلوقتي تبينه لنا اللي هو مش عارف حنفي؟ يعني الراجل واقف قدامه نسي لحق يعني نسي شكل الصوره؟ قال لا. وازاي اصلا مجرم عنده ولسه شايفه وما يعرفوش؟ قال لا. ليه تقدمه لنا تقديمه حلوه في الاول الفيلم ودلوقتي عشان حنفي يعمل فقره كوميديه تيجي على حساب ست اللواء؟ محدش باين له اثر يعني. دي قعدت ام حسن على فكره هي وجارتها اللي باعتين ولادهم يجيبوا لهم كيلو سكر من الدكان وقاعدين ما حدش ليه اثر، يعني العيال اتاخروا. ايه دي مش قعده ظابط على فكره. طب انت جاي لك معلومه خلاص بقى احنا اتعلمنا بقى من الغلطه اللي فاتت انك دخلت لوحدك على العصابه وخدت على قفاك وكوموك وحنفي يقول له روحك البيت، والخلفيه اللي في اول الفيلم ان الظابط جايب العساكر كلها معاه ومات. انت خلاص بقى انت اتعلمنا من اللي فات. جاي لك معلومه دلوقتي ان العصابه رايحين عند مخازن السكه الحديد، نجيب قوات ولا نروح نقعد بقى كده ما حدش ليه اثر يعني؟ قال لا طب ما تجرب يا عم، جرب قول لهم تعالوا معايا. قال لا ما يقول لك لا الظابط لوحدك، يعني مكتوب في الكارنيه بتاعك الظابط بدون قوات. محدش يتحرك مكانه. هو انت يعني ما عندكش غير الدخله ديت؟ يعني هو انت بتكرر نفس الدخله اللي دخلتها عندهم في الخماره هناك؟ قال لا طب وحنفي بالنسبه لحنفي اللي انت كنت رابطه في العربيه وكنت خايف عليه ينكشف للعصابه او يهرب، دلوقتي بقيت مطمن له؟ طب ما ربطتوش ليه في القطر؟ ما بتكلمش في القطر ولا خلاص يعني عشان الراجل مشي ورجع لك خلاص بقى انا اديتك الامان سيبك بقى حر وطليق تعالى بقى تمشي معايا من غير اي حرس ولا اي حاجه؟ انت بقيت اخ. بس اكيد طبعا الضابط عامل حسابه طالما معهوش غير مسدس يبقى اكيد مسدس ملوش زي، اكيد بقى معمره للاخر 35 70 طلقه كده اهوت في حته المسدس دوت ما فيش غيره، يعني من غير قوات هيبقى من غير مسدس. ادي اول طلقه يا سيدي، بس هي بتضربها في الجو ليه؟ طب ما تضرب فيهم. قال لا اضرب في دماغهم، اضرب في رجليهم. قال لا هو انت مش نشان رجل متخصص في الرجل ولا انت خلاص نسيت النشان؟ قال على الاقل يا عم كان عندك رجل بتضرب فيها، دلوقتي خلاص بتضرب في الهواء، ما بقاش قدراتك ما بقتش تضرب في المنافسين. هو المسدس لحق خلص؟ قال لا يعني انت ساعه ما تيجي تنشر على الراجل وهو بيجري المسدس يخلص؟ يعني هو انت جايبه مسدس طلقه واحده مسلمينك طلقه؟ جايب مسدس مجهزه حاطط لي فيه طلقه يا دوب تضربها في الجو؟ طب كنت خلي الطلقه دي في دماغ واحد. قال طالما انت كده جايب بطلقه واحده كنت نشيلها بالبدايه في واحد، مش تضربها لي في الجو وتيجي تتفاجئ لي بعد كده ان المسدس ما فيهوش غير طلقه. اصل انا نسيت اجهزه وانا رايح للمهمه الخطر، يعني ولا قلت القوات ولا استاذنت منهم قلت لهم بعد اذنكم تعالوا معايا انا رايح مهمه، ولا مجهزت مسدسك وداخل لي ما حدش يتحرك مكانه. ما حدش يتحرك مكانه يا سيدي، وقفوا لك. هتعمل ايه بالمسدس اللي معاك وبالطلقه الوحيده اللي انت جايبها؟ والكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. والله انت وصلت لهم بدل المره 2 وكنت عارف مكانهم بدل المره 2 وقدامك عينك بدل المره 2، بس انت اللي مش عاوز تتلحلح وتجيب لنا شويه قوات يجيبوهم ونخلص. وانت مستني يعني البت تموت؟ ليه بتقول مش عارف اوصل لهم وانت فيس تو فيس مرتين؟
هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد. وانت يا حاج ليه بتعرف ان ابنك رايح يسلم الشنطه في المهمه الخطر دي؟ هو يعني احمد وهو رايح اي مكان بيسلم الشنطه يا بيقول لصاحبه اللي شغال معاه يا بيقول لابوه؟ قال ما تروح في الصمت. هو دول اللي بيعرفوا. قال وايه عند الاستاد دي؟ يعني ايه الاستاد؟ اني استاد وعند الباب الوراني. هو الاستاد ليه باب وراني؟ يعني احنا بنروح الاستاد في باب وراني وباب قداماني؟ يعني طب ايه الباب الوراني وايه الباب اللي قداماني؟ خلاص حنفي فهم، عند الاستاد الباب الوراني، تاكس وديني عند الاستاد الباب الوراني. لما تحصلها. وانت يا عم خيري وانت بتديله بالمطوه اتجاه الكاميرا وانت بتكلمه اكنك بتديله المطوه في عينه، ده انت اكنك بتديها له في نص اورته كده اهو. قال بعدها على طول نلاقي المطوه في قلبه. قال طب ما كنت تنزل ايدك. قال ولا بتعمل له كده؟ قال هو الراجل اذا كنت انت اطول منه والراجل اقصر منه عشان تديها له في القلب لازم هتنزل ايدك كده اهو. يعني مش اطول منك بتديها له كده اهوت. ده على اساس كده ان الراجل دوت معدي المترين لو انت بتديها له في القلب بالشكل ده. لا نزل ايدك. اخيرا الضابط معمر مسدسه وحاطط لي كام طلقه وبيضرب على بعد 2000 متر مش مهم، بس المهم يعني عمل حاجه اهو. يعني بغض النظر هو ولا جاب قوات ولا ماله الاستاد وحوطه الاستاد والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. لا انا رايح لوحدي. رايح لوحدك ايه؟ انا اتعلمت بقى من غلطتي اللي فاتت. هعمر مسدسي بدل ما احط طلقه احط شويه طلقات واروح اضرب لهم في الجو كده. انا معايا طلقات يا جماعه اهوت. خلاص بقى سلموا نفسكم. وحاجه تانية، هو ليه احمد زقل الشنطه المسافه دي كلها؟ يعني ده احمد مش موجود في الكادر. يعني المسافه خدتها من اول النجيله لاخرها. قال ايه القوه دي عندك يا احمد؟ انت لسه مضروب بمطوه يعني. يا عم الفرصه جت قدامك اهي، ما تديهم يا عم طلقه في دماغهم يا عم ولا في اي حته. قال طب انت يعني من على بعد تضرب لي موجه ناحيتهم عشان عارف اللي هي مش هتيجي فيهم وخلاص المسافه متر تضربها لي فوق. قال لا هو انت خايف عليهم؟ انت خايف عليهم لا يحصل لهم حاجه؟ على فكره دول المجرمين اللي انت اصلا معرض حياتك للخطر عشانهم. وطبعا حنفي بالمنطق والعقل الشنطه اهم من اخوه. يعني اخوه مرمي في نص الاستاد تحت بعد ما رمى الشنطه مسافه 20 30 الف متر ازاي ما نعرفش. ودلوقتي رايح يخبيها في مكان بقى امن مكان في الاستاد كله، تحت الكرسي. يعني تحت الكرسي وهي بارزه كده تحت الكرسي. هو ده امن مكان، ما حدش هيشك في ايه اللي بارز ده تحت الكرسي. وده جمعه. ما تخافش يا سحانه، انا عارف شكلها كويس. هو جمعه يعني دوت هو الجونيوس بتاع الحته اللي عارف كل حاجه عن العصابه وعارف تحركات اخوه وعارف كل حاجه. يعني هو الضابط يعني ظهر فجأة ازاي؟ ده مراته اول ما قالت شريف ظهر لنا فجأة كده اهو. ده على فكرة ده كانوا بيجروا بالعربية وبيجروا بالاتوبيس وطيارين بالاتنين وهو كان لسه في وسط الجنينة هناك وايه كان واخد المسافة دي كلها سبرنت كده هو وراهم بسرعة العربية والاتوبيس وتو ما الاتنين يقفوا وهو يظهر ايه كان ما شاء الله فهد. سرق مني شنطه الفلوس اللي كنت هفدي بيها عبله. وطبعا في المشهد دوت هو بدل ما يقول شنطة الفلوس اللي هفدي بيها عبلة قال هفدي بيها أحلى. بس هو بيجري. هو كان ممكن يعيد المشهد دوت على فكرة لو هو ما بيجريش، بس هو الظاهر عاده مرة واثنين وثلاثة وبيتلخبط فيه والراجل تعب أصلا من الجري ورايح جاي المخرج يقول له عيد عيد عيد. هو تعب من الجري هو خلاص بقى وصل لآخره قال هفدي بيها أحلى والله ما أنا عيد تاني خلاص أنا تعبت. وبس كده خلصنا الفيلم. وقبل ما أختم الفيديو لازم أقول أهم حاجتين كانوا شايلين الفيلم بصراحة. الكوميديا بتاعت الزعيم عادل امام هي اللي كانت شايله الفيلم من اوله لاخره. لولا الكوميديا بتاعت الزعيم عادل امام كان الفيلم وقع يعني. والموسيقى التصويريه، الموسيقى التصويريه بتاع الاكشن بتاع الفيلم، يعني تو ما الموسيقى بتبدا تحس انك دخلت في الاكشن كده هو من غير ما حاجه تحصل. يعني مجرد ما الظابط ده حد يقف مكانه الموسيقى تبدا انت دخلت في الاكشن. الزعيم يجري بس بالعربيه كده هو ورا الاتوبيس يعني من غير اي حاجه. الموسيقى تبدا انت دخلت في الاكشن من غير اي حاجه. يعني بصراحه اللي عمل الموسيقى التصويريه ديت مبدع. يعني دخلنا في الاكشن من غير اكشن. شفت ازاي بقى؟ يعني لو الموسيقى ديت كانت خدم عليها اكشن صح كان بصراحه كان حاجه فوق الروعه. يعني موسيقى تصويريه مع اكشن صح. موسيقى تصويريه من غير اكشن نص نص، بس هي اللي شالت الفيلم. هي اللي دخلتك في المود كده من غير ما يحصل اي حاجه. ويعني وكلمه بس للمخرج، انت جات لك فرصه كتابه حلوه. يعني في 3 اشرار انت بتجري وراهم طول الفيلم. ما بشوفهاش بتحصل كتير ان في 3 اشرار مع بعض انت بتحاول تمسكهم طول الفيلم. ما كنت تعمل اكشن صح. يهربوا انت عشان يهربوا عشان تكمل الفيلم. انت مش هتموته لنا في اول الفيلم
يهربوا، بس كنت ايه عملت حاجه حلوه، يعني معاك موسيقى جميله، معاك كوميديا الزعيم، معاك بقى الاكشن بتاع الضابط. يعني خلاص نكمل بقى المجموعه مع بعض، يعني يطلع فيلم اكشن كوميدي، اكشن صح كوميدي. وبس كده خلصنا الفيلم. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك واشترك لي في القناه، فعل زر الجرس عشان اي فيلم اعمله يظهر ليك. وبس كده ونختم، يلا ومع الف سلامه.